يا مساء الفل. شايفين الجمال ده؟ دي بستفلورة او تارت زي ما بيقولوا، لكن هي من التراث القديم، اسمها بستفلورة. حاجة كده تنفع جنب الشاي او الفطار في خروجات العيلة. ناس كتيرة بتسألني عليها. تعالوا نعملها النهاردة وبأسهل طريقة ممكن تعتمدوها. بس اذا كنتم اول مرة بتشوفوا القناة، انزلوا تحت واشتركوا واعملوا لايك. تعالوا مع بعض نشوف بقى المقادير. معانا كوباية الا ربع سكر، معانا 3 دقيق منخولين، وواحدة الا ربع سمن، كوباية الا ربع سمن او زبدة زي ما تحبوا. معانا كمان من 4 ل5 معالق مربى اي نوع، بس انا اخترت التين، وده تين بيتي، وانا في حلقة تاني هعمل ازاي نعمل مربى التين بسهولة. معانا كمان 3 بيض بحرارة الغرفة. معانا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة فانيليا. تعالوا مع بعض نشوف هنبدأ نعمل ايه. مقادير سهلة جدا والطريقة اسهل بكتير. هنحط اول حاجة السمن او الزبدة في بولة او في طبق، وبعدين ننزل عليهم بالسكر، وبعدين الفانيليا، بنضرب كويس جدا. بعد ما بنحط البيض بنضرب كويس جدا لغاية ما نعمل حاجة زي فوم. الفوم ده بيخليها شوية هش، هو السبب في ان يخليها هش. بنضرب شوية حلوين، بعدين بننزل بالدقيق، كوبايتين الدقيق المنخولين. في الاول هتبقى سهلة التقليب، وبعد كده هتبقى صعبة، لان ال3 كوبايات الدقيق هتبقى تقيلة على العجينة. هحاول بعد كده اسلك المضرب واعمل بايدي. بعد كده بنزل باخر كوباية، وبعدين البيكنج باودر مع الدقيق بخلطه اخر شوية. وبعدين ما بعجنش لما بحوش المضرب، مش بعجن، انا بحاول المها بايدي بالشويش، لكن انا مش بعجن. العجينة لازم تبقى هش، تبقى طرية جدا سايلة زي عجينة البسكوت بالظبط، زي بسكوت النشادر او اي عجينة بسكوت، طرية جدا جدا في ايديا، يمكن باينة قدامنا. بعد كده المرحلة الجاية هنبتدي ان احنا نقسم العجينة تلتين وتلت. بنجيب طبعا صينية واطية، صينية بسبوسة مش عالية، ومش بندهنها لانه هي فيها كمية سمنة كافية ومش بتلزق على فكرة خالص. بنحاول نسويها بايدينا ونعمل بنعلي الحروف بتاعتها، الاطراف بتاعتها بنطلع بمستوى عالي، علشان مفيش حاجة من المربى تتسرب اللي تحت العجينة. بنحاول نوزع كويس خالص المربى. وعلى فكرة هنعمل مربى التين بعد كده، واي نوع مربات هنعملها مع بعضينا. هنيجي في التلت الاخير من العجينة بنحط عليها ربع كوباية دقيق، لان العجينة دي التلت الباقي اللي بيبقى محطوط على الوش ده بيبقى لازم يبقى انشف شوية من العجينة نفسها، وهو اللي بياخد اللون الذهبي الجميل اللي بيبقى في الاخر مقرمش. بنبتدي نفردها بقى، وبنعمل رول طويل كده، بنعمله مربعات، بنعمل شكل الصينية مربعات، وبنلزقها من الاطراف، بيبقى شكلها النهائي جميل قوي قوي قوي. بنحطها في الفرن على درجة حرارة 180 من ربع ساعة ل25 دقيقة. بتطلع بالشكل النهائي ده، جميلة قوي. يعني انا مش عارفة اقول ايه. انا لما قلبتها دي المسام بتاعتها هش جدا 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 وطرية جدا جدا جدا. بصوا لما طلعت بقى، تعالوا نشوف النتيجة. لما بنقطعها طرية، شايفين السكينة ماشية فيها ازاي؟ من اطرى واحلى الكيكات اللي بعملها فعلا، واعتمدوها بنفس الطريقة، وطريقة مضمونة على ضمانتي.
شايفين الطرية يعني الطراوة بتاعتها جميلة، مقرمشة من فوق وطرية قلبها من جوه. طريقة فعلا اعتمدوها. اذا كان عجبك الفيديو انزلوا اعملوا لايك وشير، دي حاجة بتدعمنا.